رايات الهلال. من سامي الجابر إلى ماركوس ليوناردو في الهلال، الرايات لا ترفع عبثاً، بل تزرع في أرض الخصم وتخلد في ذاكرة المجد. في إحدى أشهر ليالي الديربي، سجل سامي الجابر هدفاً في مرمى النصر، ثم توجه نحو الجماهير الهلالية ورفع راية الزعيم بفخر لا ينسى، لحظة أصبحت رمزاً للشجاعة والانتماء، ومشهداً يتوارثه عشاق الهلال جيلاً بعد جيل. وبعد أعوام جاء علي البليهي ليعيد هذا المعنى بطريقة أكثر جرأة، ففي نصف النهائي دوري أبطال آسيا 2022، وبعد أن أقصى الهلال غريمه التقليدي، غرز البليهي راية الزعيم في عشب ملعب مرسول بارك ليكتب لحظة لا تنسى في تاريخ الكرة السعودية. وفي كأس العالم للأندية 2025، وتحديداً من أرض أورلاندو الأمريكية، أعاد الهلال رواية الراية إلى الساحة العالمية. بعد تسجيله الهدف الرابع في مرمى مانشستر سيتي، رفع النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو راية الهلال عالياً أمام أنظار العالم، ليؤكد أن الزعيم لم يعد فقط بطل آسيا، بل أصبح أحد رموز الكرة العالمية. من راية سامي إلى ركزة البليهي، وصولاً إلى ماركوس في أورلاندو، الهلال لا يحتفل فقط، بل يخلد كل انتصار براية.